انا فتوى، وهذا الفيديو الثاني من تسجيل كيفاش نتعامل مع كل ماده بالجهوي. واليوم غادي ندور ان شاء الله على الاجتماعيات، ويلا نبداو. اول خطوه غادي ندوي عليها هي انك تشد ورقه وتكتب فيها دروس ديال التاريخ اللي عندك ودروس ديال الجغرافيا. شد ورقه بيضاء كما كانت، غادي تكتب دروس التاريخ والجغرافيا. غادي يطلعوا لك اي استاذ في اليوتيوب كاتب دروس ديال التاريخ اللي عندكم ودروس ديال الجغرافيا، ولا تقدر تلقاهم غير في المقرر دروس ديال التاريخ ودروس ديال الجغرافيا. صراحه هذه الخطوه الاولى كتساعدك مزيان باش تعرف الدروس اللي عندك وتعرف شحال من درس غدوز فيه الجهوي. وإلا ما رجعتيش شي درس ربما تكون انت كتراجع وكدير ملخصات وكذا، ولكن الا غفلتي ما ربنا. صراحه هاد الخطوه كتعاون بزاف، حيت فاش غادي تجي تراجع الامتحان الجهوي غتشوف الدروس اللي عندك وداكشي اللي مراجع وداكشي اللي خاصك. صراحه اول خطوه كنوصي بها هي انكم تشدوا ورقه وتكتبوا الدروس ديال التاريخ اللي عندكم وتكتبوا الدروس ديال الجغرافيا. وثاني حاجه هي مهمه بزاف، اللي صراحه يمكن تجيب 10 نقاط حتى ل 14 نقطه عليها، 10 نقاط حتى 14 نقطه عليها، اللي هي المنهجيه. خاصك تعرف منهجيه كيفاش تخرج، تعرف سياق تاريخي كيفاش تعرفه، تعرف كيفاش تستخرج الفكره الرئيسيه، تعرف كيفاش دير مقدمه عرض خاتمه، تعرف كيفاش تقادم بيان ترسمهم وتوصفهم وتفسرهم. صراحه المنهجيه كتلعب دور كبير في الاجتماعيات. المنهجيه عليها 10 نقاط حتى 14 نقطه يمكن لك تجيبها فقط بالمنهجيه. ولا بغيتوا هاد المنهج اللي كنت خدمت بها انا من المبيانات وحتى المنهجيه ديال التاريخ والجغرافيا، خلوها لي في الكومنت وغادي نصيفطها لكم. وثالث حاجه هي التلخيص صراحه مهمين بزاف. فين ما تسالي الدرس مع الاستاذ ديالك، شوف شي استاذ في اليوتيوب باش تنوع الافكار. فقط استاذ واحد ما كثرش عليك، جوج الاساسيده ماكسيموم، ولا انت كتزيد سوايع برك غير جوج الاساسيده ولا ثلاثه ماكسيموم باش ما تكثرش عليك لي زانفورماسيون. فقط غتشوفهم وغتتبع معهم داك الدرس وغدير الملخص ديالك. وكنفضل لكم انكم تشدوا ورقه وتنوها بحال هكا، ورقه تنوها وتكتبوا فيها الجغرافيا، ورقه تكتبوا فيها التاريخ. وكل درس خصو ديروا مثلا عندك هذه الورقه فيها التاريخ غدير ملخصات كلشي الخاصين بالتاريخ، وعندك هذه الورقه فيها الجغرافيا غدير جميع الملخصات اللي خاصين بالجغرافيا. وبالنسبه كل درس الخصتي غتمشي للاطار المرجعي وغتشوف ديال العام اللي فات، وغتمشي تشوف المصطلحات اللي كيتحطوا في داك الدرس غتمشي تكتبهم. كل درس الخصتي كتب حداه المصطلحات ديالو، الخصو بالمصطلحات ديالو صراحه باش يعاونك مزيان. ورابع حاجه اللي مهمه صراحه بزاف هي انك تحفظ الدروس بالتسلسل. كيفاش تحفظ الدروس بالتسلسل؟ هي مثلا بحال مثلا عندك درس ديال التاريخ، خصوصا مثلا عندك اوروبا والعالم، غدير الدروس اللي عندهم علاقه باوروبا والعالم. بحال مثلا الدروس ديال اللي عندهم اوروبا والعالم هما التحورات الاقتصاديه والتنافس الامبريالي اوروبا ونهايه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، الاسباب والنتائج. كذلك بالنسبه للمغرب غدير دروس اللي خاصين بالمغرب. والمشرق العربي اصلا فيه درس واحد. هاد صراحه التسلسل ديال الدروس كتحفظهم بحال هكا، سواء التاريخ سواء الجغرافيا، صراحه كيعاونك في الكتابه ديال المقاله خصوصا في التاريخ، لانك غتذكر شي سبب، السبب ديالو كان واحد درس اخر. فمثلا التنافس الامبريالي وندير الحرب العالميه الاولى كان السبب ديالو هو التحولات الاقتصاديه. والا بغيتو كذلك نعطيكم هاد الوراق اللي كنت حفظت بهم انا الدروس بالتسلسل كيفاش رتبتهم، خلوها لي في الكومنت. اخر خطوه ملي غتكون ضبطتي تعرف الدروس اللي عندك وضبطتي درتي لهم الملخصات ديالهم وعرفتي المنهجيه ولخصتيهم وعرفتيهم بالتسلسل، هي انك غتخدم امتحانات جهويه. غتخدم امتحانات جهويه ديال الجهه ديالك، حيت الامتحانات الجهويه عندهم دور كبير بزاف. واخا كنتي كتراجع الدروس وكذا، الامتحانات الجهويه عندهم دور كبير. فين ما بالماكسيموم انا بديت في الامتحان الجهويه شهر 4، بما انه الامتحان الجهوي كيكون شهر 5 بديت شهر ديال الامتحانات الجهويه. قد اني خدمت الامتحانات الجهويه كاملين ديال الجهه ديالي وخدمت ديال جهات اخرين باش ننوع الافكار ونوع التمارين. صراحه الامتحانات الجهويه عندهم دور كبير بزاف. ودابا غندوزو الاغلاط اللي ما ديروش. وبالنسبه للاخطاء اللي كنوصي عليهم انكم ما ديروهم الصراحه، هي انكم تحفظوا. ما تعتمدوش على الحفظ مثلا في شي درس ولا شي حاجه. حتى في المصطلحات حاولوا تفهموا الدرس، فهموه بهذا المعنى، فهموه وعبروا بالاسلوب ديالكم. مثلا ما تحفظ نفس الدرس اللي كيعطيك استاذ خاصك تحفظه. فهم الدرس وعبر بالاسلوب ديالك، خذ فقط الافكار الاساسيه. وثاني حاجه هي انك ماشي اي استاذ بالك حال لايف ولا كذا خاصني ندبر معاه، صافي فهمتي الدرس دوز لدرس اخر. وثالث حاجه هي انك بالنسبه للمنهجيه خصوصا في المبيانات ضروري تخدم امتحانات وتدرب عليهم. ماشي امتحانات ولكن تمارين يمكن لك امتحانات تلقى فيهم مبيانات وتخدم عليهم صراحه باش تلقى يدك اكثر.
تلقى يدك كتر كيعاونوا بزاف. واخر حاجه هي انك كنقولها لك هي انك دير اللي عليك وتوكل على الله. وبالنسبه للماده الاجتماعيه كتبغي غير انك تضبط منهجيه ودير ملخصات ديالك وتكون فاهم الدروس وديجا خادم امتحانات وغادي مزيان. هذا ما كان، وتسناو الفيديو الثالث من سلسله كيفاش تعامل مع كل ماده في الجهوي. ولا عندكم اي راي ولا اي حاجه خلوها لي في الكومنت. كنتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم شاركوه مع الاصدقاء ديالكم. سلامه.